أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية وما زلنا بنواصل لقائنا معاكم، وما زلنا بنواصل مع كل مشاهدينا احتفالنا بعيد الأضحى المبارك. غدا وقفة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. بيسعدنا ان يكون ضيوفنا داخل الاستوديو الأستاذ حمدي يحيى، أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، ورئيس اللجان النوعية بحزب الوفد بالغربية. أهلا بيك. معانا أستاذ عبد العزيز البرلوسي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد بالغربية. أهلا بيك يا أستاذ عبد العزيز. بنرحب بالأستاذ مختار عبد السلام، سكرتير عام مساعد حزب الوفد بالغربية. أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. يعني فرصة سعيدة ان احنا نتقابل معاكم النهاردة، واحنا بنقول غدا الاحتفال بوقفة عيد الأضحى المبارك. ويمكن احنا قلنا ان عيد الأضحى المبارك من المناسبات الجميلة اللي بتمر علينا احنا كمسلمين، لانها بتكون لها طابع خاص بالنسبة لنا، والاحتفال بموسم الحج. ويمكن اللي احنا بنقوله ان احنا كلنا كمسلمين يوم وقفة عرفات يعني متهيألي بيجمعنا كلنا كمسلمين على اختلاف جنسياتنا وعلى اختلاف ألواننا وعلى اختلاف ميولنا السياسية. كلنا كمسلمين بنقف يوم عرفات، بنقول ان هو يوم من الايام اللي بتمر على كل المسلمين، ويمكن بنستناها من السنه للسنه. كل سنه وانتم طيبين. خلينا نقول استاذ حمدي في البدايه، واحنا يعني بنحتفل بعيد الاضحى المبارك، يمكن بقول دي فرصه بقى ان احنا يعني نخرج من يعني من الظروف اللي احنا يعني يمكن كلنا عاصرناها في الفتره السابقه وعلى مدار الشهرين اللي عدوا. بالتالي دي فرصه بقى ان احنا نقول نبتدي صفحه جديده. اولا بنقول للمشاهدين كل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه باذن الله نبقى افضل حالا من اللي احنا فيه. وبتهيألي طبعا بالنسبه للخريطه السياسيه ماشيه بطريقها، واصبح فيه هدوء في الشارع نسبته كبيره، والمظاهرات رغم خروجها وبتاع بس اقل عددا واقل عنفا، ما عدا يوم نصر اكتوبر طبعا حدث في رمسيس وفي الدقي. غير كده البلد كلها بصفه عامه كانت افضل. يعني حضرتك شايف ان الامور افضل يعني حالا، بتسير للافضل. بتسير للافضل. وطبعا بمناسبه العيد بنناشد كل الناس، لان دي حاجات سياسيه مهما كانت الاختلافات، من واجب نحافظ على البلد ونحافظ على مكتسبات البلد، لان ده اقتصادنا واقتصاد الشعب. من واجب نحافظ عليه. إذا كان هناك اختلافات سياسية تبقى من خلال المنابر السياسية والآراء السياسية، وتخلي جو مش حكاية إحنا وهم والحاجات دي. لا، لابد يبقى في شيء من التوافق بين الناس مع اختلاف آرائها، لأن دي آراء سياسية وما ندخلش الدين في الموضوع نهائي، لأننا كلنا سواء مسلمين أو مسيحيين كلنا مواطنين مصريين. لابد نحافظ على البلد، لان البلد كمستوى اقتصادي طبعا احنا محتاجين جهود الناس كلها على اختلاف الوانها واختلاف عقائدها كله كشعب مصري. لابد نتجه للعمل، وكفايه بقى الصراحه. طيب يعني استاذ عبد العزيز، واحنا بنحتفل بعيد الاضحى يمكن يعني بنقول ان احنا الايام دي المفروض ان احنا يعني نترك السياسه بقى جانبا شويه. ومتهيألي حتى لو احنا بنقول ان موضوع السياسه كان في الفتره اللي فاتت ده كان بيشغل بالنا كلنا كمصريين، بالتالي يعني فرصه العيد دي هتخلينا نترك الموضوع ده شويه. ولا حضرتك متوقع برضو ان احنا يعني هيغلب الطابع السياسي شويه في الاحتفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. وهنئ الأمة الإسلامية والعربية عامة بعيد الأضحى المبارك، ومصر خاصة بهذا العيد العظيم. وكل عام وحضراتكم بخير، وأعاده الله باليمن والبركة على مصرنا الحبيب. يمكن أنا استوقفني حاجة مهمة جدا في حتة المشهد السياسي. كانت تعليمات وزارة الأوقاف كل من يعتلي المنابر خريج الأزهر، والهرطقة الذي حدثت في العامين اللي فاتوا
واللغط الشديد في مسائل فقهية أثارت جدلا كثيرا في الشارع المصري، أرادت أن تتشعب وتشق صف هذا الوطن وتشتت ما به، وإقحام الدين في السياسة بشكل فج وتجاوز صريح، واستغلال المناسك الدينية بشكل سياسي. كانت تعليمات وزارة الأوقاف أن الساحات اللي هيتم التعامل من خلالها هي ساحات محددة، ولكن كان في بروتوكول اتعمل مع الوزير السابق طلعت عفيفي الإخوان المسلمين لبعض يعني الجمعيات أو الهيئات السلفية تحديدا، زي جمعية الجمعية السلفية في اسكندرية بتاعت ياسر برهامي وبعض الحاجات التانية اللي تبع الإخوان. فهذا البروتوكول يعني الناس قالت لك هنفعله، بس في نفس الوقت ان انت تكون ملتزم الخطاب الديني الموحد. كانت يعني معلش بدون قطع كلام حضرتك، الخطاب الديني الموحد بمعنى ان الخطبه تبقى خطبه دينيه، ما خطبه مش يعني هو بص حضرتك التعليمات كانت واضحه جدا في ايه، ان الخطبه مش دينيه بس. يعني مثلا قال لك يعني مش هيبقى في سياسة خاصة ولا سياسة حزبية. الكلام كان صريح كده من وزير الأوقاف، بيتكلم في حتة ايه، ان انت يعني هو اتكلم في البعد القومي، وان انت في السياسة العامة للدولة وتوحد الصف زي ما الدكتور حمدي يحيى قال، ان احنا عايزين التفاف الناس اللي هيدعو للفرقة ليس منا. دي يعني نقول ده بناء على التعليمات اللي أصدرها وزير الأوقاف. مش تعليمات بقدر ما هي يعني فاهم حضرتك توجهات الدولة. كفاية فرقة بقى يعني حضرتك، وكفاية يعني وكفاية متاجرة بالدين لشأن السياسي. يعني أنا أسمع حضرتك كشرين هانم إن يجي حد يقول لك على فكرة الإخوان المسلمين السنة دي بيقول لك مفيش أضحية، أو كنت تضحي من دون الله. أنت مين يعني؟ أنت يعني إيه؟ فهمني ايه مش هضحي يعني ايه؟ يعني انا عايز افهمها. يعني لا ما انا برضو يعني مش عايزه. لا يعني هو في دعوه من بس قبل احنا من قبل جماعه الاخوان المسلمين لبغيه شكل اقتصادي او شكل او شكل اجتماعي تاني، ان الناس دي ما تستاهلش ان انت كذا، ان انت تتصدق يعني عليهم. انا معلش انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. يعني هل احنا هم متصورين ان احنا يعني كشعب هل ان احنا ممكن يعني الدعوه اللي هم بيدعوا ليها دي ان في حد ممكن ان هو يستجيب لهذه الدعوه؟ ما هو ده بقى يرجعنا لايه يا شيرين هانم بقى. يعني انا مش فاهمه برضه، ما احنا برضه يعني ما انا هقول لحضرتك احنا نسمع الكلام خلينا نسمعه. الاعلام وجه بطريقه كبيره جدا. انا خليني اقول لحضرتك الجزئيه دي تحديدا. يبقى انت هنا حضرتك ثبت من ما لا شك فيه ان انت كنت بتشتغل زيت وسكر، ما كنت يعني كنت تتقرب من دون الله زلفى. انت لما كنت بتعمل قرابين واضاحي ما كنتش بغية الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى ولا قربان الله سبحانه وتعالى، ولكن كانت ببغية هدف سياسي، وان انت بتشتري بها الحاجة عند الناس والعوز عند الناس لتتاجر به. يبقى انت هنا بتقر حقيقة رفضها الشعب المصري كله، ان انت راجل ما كنت يعني بتتاجر بالدين وبتتاجر بآلام الناس وتتاجر بذوي الحاجة والعوز. فانت هنا اثبتت من ما لا شك فيه كمان انت بتخضع يعني تأتي المناسبات لتستغل استغلال جيد لتتكشف حقيقتك. انت مش موضوع سياسي بس، ده انت مش فاشل سياسيا في ادارة الدولة، ده انت فاشل اخلاقيا، لان مفيش حاجة على وجه الارض لم نسمع في اي ديانة سماوية ان في حد يتقرب من دون الله. كونك انت تمنع الاضحية بكلام صريح بخطاب صريح، الاضحية هي قربة لله سبحانه وتعالى تخاطب بها الفقراء. هذا العيد فيه درسان، درس التكافل الاجتماعي من خلال توزيع الأضاحي، ودي بقى والحج عرفة، والعرفة بقى هنا فيها بقى ايه الجلد والصبر وبتاع وكلام. كل الدروس الأخلاقية مفيش تفرقة بين الجنسيات، كل الدروس الأخلاقية الإسلام يجب ما قبله وما فيش بعده. الحمد لله أتى عيد الأضحى ليجسد كل معاني الإسلام. أنت بتنكر المعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار المعلوم بالدين بالضرورة كفر. يعني أنا لو هكلمك في الدين وأنا لست أهل له وأنا راجل بتاع سياسة، أنا بقول لحضرتك. بس يا أستاذ عبد العزيز أنا عايزة أقول يعني هل كل الكلام اللي هم بيقولوه ده أو الحاجات اللي هم بيفتوا بيها، يعني حضرتك شايف إن دي بتأثر على الناس؟ تأثر على بعض. ما هو بصي لا ما اعتقدش. بص يا استاذ شيرين، احنا يعني اقول لحضرتك على حاجه. هو اللي حصل
ان هم اتوا عبر الصندوق الانتخابي ونجحوا نجاح كاسح. كويس. ايه اللي حصل؟ تكشفت لان احنا مجتمع زي ما بيقولوا كده فريزه رجال. شفناك رجل ضيق الافق وقليل الحيله في اداره الدوله، رجل لا تجيد الخطاب، قعدت تقول لي القرد والقرادات وكلام لا يرتقي لدوله زي مصر في حجم مصر، رجل تفتقد للغه التواصل وكنت راجل عنيف جدا واحاد الفكر ولا تحتوي الاخرين وراجل ايه متطرف في افكارك. بدايه التطرف ان انت تسلم ان انت عندك الراي والمشوره والحكمه. كونك قلت ان انا خير مطلق ولا مش شايف مختار بيه عبد السلام جنبي ولا شايف الدكتور حمدي يحيى وانا بس اللي بقول ان انا الصح الاوحد، دي تطرف. فانت بارائك الشاذه وبرؤيتك الغير مؤهل في ده انت تكشفت. تعال انت بقى في الازمات اللي بتتوالى عليك، بتيجي مثلا نسك ديني محترم زي عيد الاضحى تطلع منه بهذا الراي الشاذ اللي يسقط عليك كمان. فاحنا كاعلام لازم نتكشف هذا للناس، نقول لهم شوفوا اللي انتوا بتتعاطفوا معاهم، انا ضد العنف وضد ان انت ايه لا ينكل احد برجل، وضد التعامل الامني في السياسه زي ما انا ضد التدخل الديني في السياسه، انا ضد التدخل الامني في السياسه. ولكن لا تاخذك العاطفه بهؤلاء لان هؤلاء رفضوا الاضحيه. راجل نص صريح بيقول لك انا مش هضحي السنه دي. ليه يا عم؟ وانت ما كنتش بتضحي ربنا؟ يعني عرفني انت وجهه نظرك ايه. معلش يعني انا برضو عايز اعرف ايه وجهه النظر السنه دي بالتحديد. السنه دي عشان انت السياسيه، عشان انت بقى اسقطت من الناحيه السياسيه وانت الشعب يعني الشعب رفضك فانت بتعاقب الشعب. انا بعاقب الشعب؟ ما هو انا كنت بضحي عشان يعني معلش انا بضحي برافو عليك برافو عليك. هو ده يعني انت ما كنت مش عارفه يعني انا كنت بضحي للشعب ولا دي حاجه يعني ما بيني وما بين ربنا؟ هذا هو انت راجل خلط، انت راجل متاجر، انت بتتاجر بالدين، تتاجر بإعلام الناس. استاذ مختار معلش خلينا نقول يعني حضرتك شايف ان المشهد السياسي هيكون خلال الايام اللي جايه يعني شكله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق. بداية نحب ان نوجه التهنئة لشعبنا العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وانا قصدت اقول شعبنا، ما قلتش للمسلمين فقط، لان انا اتذكر كلمة الراحل فكري مكرم عبيد: انا ان كنت مسيحيا دينا فانا مسلما وطنا. فاحنا الشعب المصري بيذوب، الديانتين يذوبوا في حب الوطن، الدين لله والوطن للجميع. اللي بيحصل دلوقتي زي ما تفضل الاستاذ عبد العزيز، يعني انا هلقط طرف الخيط منه، عندما تقتنع أنك تمتلك الرؤية الحقة والحق المطلق فهذا هو التطرف. هذا التطرف إذا اتخذ سبيل لفرضه فهذا هو الإرهاب. احنا الآن بننتقل من مرحلة تطرف إلى مرحلة إرهاب، وهذا ما نخشاه ان احنا نرجع لمرحلة الثمانينات والتسعينات. لذلك أنا شايف أن المرحلة اللي جاية محتاجة يد قوية من الدولة في ان تحسم الامور ويكون في حزم شوية. انا مش ضد المظاهرات السلمية، بالعكس انا من حق اي متظاهر سلمي، ولكن ان تتحول التظاهرات السلمية الى عنف ودم دي ما بقتش سلمية. لا وبعدين يمكن مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة أصدر قانون خاص بالتظاهر. في قانون خاص بالتظاهر يعني نلتزم بيه بقى. نلتزم. أستاذتنا الفاضلة، المشكلة في مصر ليست قلة قوانين أو عدم وجود قانون، ولكن أنا أرى أن المشكلة في تفعيل القانون. القوانين في هناك ما يكفي من القوانين، ولكن تفعيل القانون. تمام. احنا دلوقتي في فترة طوارئ أو مرحلة طوارئ اللي احنا بنعيشها دي لها إجراءات ولها قوانين ولها نظام ولها اتخاذات إجراءات معينة. أنا لحد النهاردة أنا كمواطن شايف إن احنا ما فيش، الدولة ما بتمارسش أي نوع من أي إجراء من إجراءات الطوارئ. بدليل أبسط مثال من يومين في ميدان الجمهورية قدام عدل السويد، أنا آسف إذا كنت قلت الاسم هيعتبر دعاية ولا حاجة، ميكروباص واقف بيحمل ركاب في وسط الميدان، في نهر الشارع. أنا فاكر أنا اتخذت مخالفة وأنا واقف على جنب عشان بنزل واحد زميلي، قال لك تحميل ركاب في نهر الطريق. النهاردة الشوارع لا ضابط ولا رابط لها. احنا قاعدين في مقهى كبير في الشوارع، المقاهي واخده نص الشارع، كراسي مفروشه في الشارع. لسه يعني انا كنت لسه يعني بقول هل مفيش قوانين تضبط هذه الامور؟ لا، في قانون، ولكن القانون لا ينفذ، لا يفعل.
مفيش تفعيل. احنا محتاجين ان القوانين دي يتم تفعيلها في الوقت الحالي. انضباط وتفعيل هذه القوانين عشان امنع كوارث ممكن تحصل. لما التطرف النهارده زي ما قلت لحضرتك لما بياخذ صيغه التنفيذ على الارض بيتحول الى ارهاب، وهذا ما يحدث الان. فرض راي ورؤيه الفصيل الذي مقته الشعب ولفظه الشعب النهارده بيمارس التطرف وبينفذه بيمارسه على الارض، اصبح ارهاب. النهارده الضرب في سيناء واستهداف الجنود واستهداف الجيش واستهداف النهارده الدوله كلها مستهدفه. زي ما قال الاستاذ عبد العزيز بالنسبه للاضحيه، يعني ايه مش هضحي السنه دي؟ هو الهدف منه هدف يعني اقتصادي هي بصراحه شيء يعني هدف معروف قبل الشعب انه يأثر في اقتصاد البلد، اقتصادات الدوله، اقتصادات البلد، ويجب المواطن نفسه. لان احنا لو غفلناه يبقى حرام علينا. المواطن نفسه هيتاثر هم فاهمين انه هيتاثر اقتصاديا زي ما قالوا يعني نعطل المرور، اصل نعمل نوقف المترو. هي الاضحيه دي مش هو ربنا فرض او سنه للقادر. يعني هل هو في واحد هي فرضت على غير القادرين؟ ما هو على القادر. احنا اللي كنا بقى قادرين وقادر عشان التكافل. انتوا نفضتونا انتوا خساره هنجوعكم. يعني مش هنديكوا بقى اللي عمال بيربي لا مؤاخذه في مواشي بقاله فتره عشان هذا برضه اقتصاد مش هيبيع والاسعار هتنزل في الارض ويخسر كل راس مال. تاثير في المجتمع وتاثير في نفسيه الشعب، املا في تحول راي الشعب بانه كان ايام الاخوان كان كيلو اللحمه لا مؤاخذه العجل بجيب الكيلو ب 23 ببيعه ب 23 انا كسبان فيه، النهارده ب 18 مش لاقي حد ياخده مني. ب 28. لا انا بدي مثال رقمي يعني عايز تعرف انك مضحي. طب يبقى فاحنا نامل ان شاء الله ان الحكومه الايدي المرتعشه لا تبني، وهذا الوطن في حاجه الى بناء، ونحن نمر بمرحله يعني حضرتك شايف ان احنا المرحله دي محتاجين فيها يبقى زي ما بيقولوا كده يعني في عصا من حديد حزم وهناك فرق بين العصا من حديد والحزم. الحزم ان انفذ القانون بحزم وبحسم وحاسب المخطئ ولا اؤجل حسابه ولا اؤخر حسابه. احنا النهارده من 30/6 و3/7 والمشاكل اللي حصلت بعديه والمشاكل من يوم فض رابعه، مين يتقدم للمحاكمه النهارده؟ المرحله دي كانت عاوزه محاكم ثوريه، عاوزه سرعه في اجراءات التقاضي، عاوزه ان نلمس حاجه على الارض. الدم اللي سال والمئات والالاف اللي يعني الحقيقه في رقبه مين؟ في رقبه الببلاوي وفي رقبه الفريق السيسي. هم المسؤولين عنها ان يجيبوا حق الناس. بس هو عايز اقول لحضرتك على حاجه، ما احنا برضو احنا عايزين نقول ان المرحله مرحله صعبه. انا عاوز برضو يعني احنا مش عايزين يمكن خايفين انه يتقال الانقلاب. انا معلش تفرق معايا. لا بعيد عن الانقلاب. اولا ده الشعب كله مش ظروف البلد يا استاذ مختار غير متاحه، وخصوصا يعني بالاحداث اليوميه اللي بتحصل. المواجهه السياسيه يعني وصل من الارهاب بتاعهم ان مش قادرين يجيبوا مرسي عشان محاكمه، عشان امنيا هيعملوا قاعات محاكمه موجوده في السجن ودي كارثه. يعني ما لابد يحافظ امنيا. طلع لك 10,000 واحد واعترضوا الموقف اللي واخد ولو بالطياره زي ما هم بيعملوا، زي المحكمه الدستوريه اما حصروها. ما ممكن يعملوا كده، هتيجي تفضها بالقوه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هي الظروف فتره طوارئ ممنوع التظاهرات. استاذ مختار هو يمكن الظروف نفسها، الظروف اللي بتمر بيها البلد هي اللي حكمت. انا بصراحه المواقف السياسيه والدوليه انا مدي عذر للحكومه والشرطه والجيش في اللي هم موجودين فيه، لان حاله الارهاب اللي موجوده فيه سواء في الجيش في سيناء ومهمات الجيش في الداخل زائد الشرطه واللي بيشوفوه يوميا عملية صعبة جدا وكتر خيرهم. بس احنا لاننا بقالنا فترة طويلة من ايام 25 يناير واحنا في هذه المشاكل اليومية، فاحنا فعلا الصدر ضاق انا لا اقلل من جهود الجيش زائد انا ليا ملحوظة كمواطن في طنطا، ويوميا انا شايف المرور الى حد كبير جدا بدأ يتحسن في طنطا، وفي لجان وفي عساكر وامناء الساعه 12 بيمشوا من الشوارع.
12 ايه؟ الساعه 12 الظهر بيمشوا في الشارع، ما بيشوفش عسكري مرور. يوم الخميس كانت طنطا متوقفه كمان، كان في حاله شلل مروري في الغالب يا استاذ مختار. يمكن في القاهره كل القنوات الفضائيه بنشوف بيشكوا بيقول لك ما بنشوفش عسكري مرور. احنا عندنا في نقط مرور او اكمنه موجوده بالليل وانت ماشيه، ممكن قدام دي من الحسنات بصراحه مستشفى الجامعه وانا مسافر الاكمنه في عساكر مرور لغايه الساعه 12 واقفين وبيتعاملوا مع الناس باحترام. الحقيقه لابد نشكر ما دام في تقدم في حاجه معينه. احنا برضه لسه محتاجين المزيد. هو الشيء بالشيء يذكر. فحضرتك احنا ناس بتوع السياسه، فاحنا اللي يعنينا كل ما هو سياسي. انا يمكن يعني تملي اقول الاصلاح، اي اصلاحات في الدوله لازم تكون اصلاحات سياسيه، لان حتى حضرتك الحاجه الوحيده اللي بتدرس اسمها اقتصاد وعلوم سياسيه، البوليتيكال ايكونوميك. لو انت عملت اصلاح سياسي في الدوله هتتبعه اصلاح في كل مرافق الدوله. اصلاح سياسي هيطلع لك رقابه جيده جدا جدا في الدوله. زي ما قلت لحضرتك الشيء بالشيء يذكر. وبما ان الوزير منصب سياسي في المقام الاول، فحينما يكون هناك وزير لا يملك لغه تواصل جيده مع السياسيين فليس هو اهل المكان. واحنا كلنا بنشكو من محافظ الاقليم ان هو لا يجد لغه تواصل جيده مع السياسيين، سواء كان في العمل العام او السياسيين او الاحزاب، لان الراجل تصادمي جدا ما يمثلش. يعني هو برضو المرحله دي لا، ما هو ده مرحله انتقاليه بعد ثورتين اتنين، ما يبقاش ده الاداء. بص يا استاذ شيء، انت جاي بعد ثورتين اتنين في حكومه انتقاليه ما انتش دائم. مفروض ان دي الحكومه حضرتك ان هي ايه بنقول عليها حكومه تسيير اعمال. انت كونك تسيير اعمال، اللي انا شايفه منك ان انت بترسخ ان انت قاعد في الحكم ده 10 15 سنه او 8 سنين. ده مش موجود. اضف لكده ان انت راجل معين، ما انتش جايب الانتخاب. كل الاليات اللي احنا بنشوفها ما بتقولش كده. ان انا اسمع ان في مجلس استشاري او مجلس محل محافظه مجلس موازي، لا في قانون المحليات يصح لك هذا، لا يحق له الا بقرار جمهوري. وما اظنش لما كلمنا حازم بالبداوي والاستاذ عادل لبيب قال ما فيش الكلام ده خالص، والكلام ده غير منطقي وغير موجود على ارض الواقع. فانا مش عارف المحافظ جاب الكلام ده منين. الراجل مش شايف النواب السابقين او الممثلين الشعب يقول لك انا ما فيش مجالس، مش شايف الاحزاب، ودي الاحزاب اللي قامت بالثوره. اضف لكده ان في يعني طبعا انا باحترامي للكيانات الثوريه والقوى الثوريه اللي موجوده، مش دي اللي بتمثل الشارع. يعني اذا كنت انت كراجل مسؤول تخاطب من خلال احزاب واحزاب جاسيه على ارض الواقع. انا حزب الوفد في الغربيه حضرتك عندي 6 نواب، انا واخد 25% من مقاعد مجلس الشعب والشورى. عندي وكيل مجلس الشورى احد ابناء الوفد في الغربيه مصطفى حموده، وعندي 5 اعضاء شعب. يبقى انا كوضعي بعد تفكك الحريه والعداله وطبعا الثقه الذي نال من حزب النور، يبقى انا يعني منطقيا ان انا اكون متصدر المسرح السياسي، على الاقل ان انا يبقى انا ادعى اليك لاحاول. لما انا اجي اعمل لجنه خدمات المواطنين ان انا اتلقى الشكاوى عشان اتقدم بها للمحافظه ان هو يحلها، انا مش لاقي التواصل ده. كونك رجل منصب سياسي وتفقد لغه التواصل مع السياسيين، اسمح لي اقول لك في ديفكت، في خلل. عيد حساباتك. انت جاي بعد مرحله احنا في امس الحاجه، انت جاي بعد، لكن انا بص حضرتك احنا كلنا يعني حضرتك معايا يا استاذ مختار ان يبقى في تواصل، لازم تواصل. المرحله دي محتاجه تصادم كل الجهود. انا بقول كل القوى السياسيه. احنا لو اتكلمنا في الملف في الشارع والقوه لو بنتكلم في الملف الامني حضرتك، يمكن انا يعني كنت بقول كلام مش عايز اكرره بس هقوله من تاني. الداخليه بتعمل ب 40% من قوتها. الشرطه لازم تطور من ادائها. انا شايف يمكن معانا استاذ تربيه رياضيه واستاذ تشريح يعني وعارف الكلام ده. مش معقول قوي اشوف نقيب عنده 27 سنه في فات كده في اللي بتاعه، شايف على كوبري 15 مايو يوم في 30 يونيو وحاجات زي كده. مش معقول، ما شفتش الكلام ده في ضابط جيش. لازم يبقى في تقييم اعلى من كده وارقى من كده. يعني دخول الطلبه يعني لا مش ده بس، انا بقول متابعه اثناء الخدمه في تطور. اضف لكده ان انت بتتعامل كونكت مع الجمهور بدنية. لازم انت طبعا. بالتالي يعني دكتور حضرتك معايا ان هنا عمليه التدريبات المستمره دي موجوده في الجيش، فبالتالي لازم يتم تعميمها في الشرطه. الواجب تكون موجوده في الشرطه. احنا الجيش المصري الحمد لله لا غبار عليه حضرتك. يعني بنشوف فعلا ان هم عندهم لياقه بدنيه. انا اقول لحضرتك على حاجه. انا اخويا خير واجداد الارض يا اخويا اللي هو في كليه حربيه ونائب مدير الكليه الى الان، وهو راجل يعني عنده 50 سنه بيتعمل له كل سنه مقاييس وزن وطول وصحه عامه عشان يجي يرقي
في الترقيه ومعلومات عامه. بالعكس انت ما بتتعاملش مع الجمهور، بالعكس بقى انا عايز ضابط الشرطه يخضع للمجتمع المدني، يبقى عنده تثقيف في المشاكل الحقوقيه، يبقى عنده لغه تواصل جيده مع الناس، ياخد سكيلز في مهارات الكوميونيكيشن مع الناس. لغه التواصل دي ده مهمه جدا. لا والفتره دي كويسه، الناس حباك، الناس بتقول لك الجيش والشرطه والشعب. لغه التواصل بتكتسب بصراحه. يعني مش هتيجي في يوم بليله. لا ما انا عايزه احنا لازم نستغل الفتره دي. هو الانسان حتى في الجامعات عندنا ما كانتش موجوده كماده، بدأوا يدخلوها على الطلبه في سنه اولى. برضه حقوق الانسان ندوات ودورات بتتعمل لضباط الشرطه وجنود الشرطه وامناء الشرطه بالتدريج. فعلا هيحصل يعني متهيألي هي كمان الفرصه يعني في اصلاح عندها القابليه ان يبقى في لغه تواصل. والحقيقه فعلا عشان برضه ندي للشرطه حقها، انا لامس فعلا لغه تواصل فيها رقي اكتر من الاول. يعني انا لما بكون مسافر لا طبعا ما ننكرش، بس احنا كاعلاميين بس مش هذا ما نطمح اليه. لا ندفن في راسنا في الرمل. من 5 أيام تحديدا واحنا بنسقط على الكلام ده في قناة الدلتا ونقول كلام صريح بدلائل وقائع، من 5 أيام تحديدا ظهرت وقائع سرقة السيارات ثانية، ودي كانت اختفت لمدة 6 أشهر. هنا في مشكلة لأن الناس كانت في يعني سوري أنا آسف يعني اتقال كلام مش لطيف إن في على السرقات والخلل الأمن اللي كان في حكومة مرسي، إن قال لك إن كان في تآمر وكذا وكذا. هنا احنا لن نقبل بأي فروقات أمنية بعد ذلك. احنا حضرتك لما تبقى طنطا كلها قد كده وبتعاني من شلل مروري، احنا ما بنقولش إن احنا عايزين مستوى خدمة فضلة، ولكن على الأقل أبسط حقوقنا المعيشية من الشرطة. أنت راجل يعني بتمثل الدولة، فبالتالي لك حقوق وعليك واجبات. احنا خلاص دور رجل الشرطة اللي كان منفر والكلام ده كله، جاء الحمد لله سلطان 30 يونيو يصلح علاقة الشرطة بالشعب، وكانت ده كان خير دليل. ما ده اللي احنا بنقوله بقى، ان دي الفرصة. مش عايزين الجاب ده يوسع تاني، عايزين نحافظ على دوت بحتة ان انت تشتغل مع الناس بشكل بأدائك الراقي في التعامل مع الجمهور. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وبما أني أمثل حزب الوفد في حكومات الوفد كلها، ونحن حكمنا مصر لمدة 7 سنوات، لم يمكث مواطن مصر في أي حكومة من حكومات الوفد أكثر من ساعة في قسم الشرطة بدون توجيه اتهام. لم تحدث واقعة أثناء حكم الوفد إن مواطن مصري مكث في قسم الشرطة بدون توجيه اتهام أكثر من ساعة. فهنا احنا كنا بنحافظ على الحقوق، رغم ان كان وزير الداخليه فؤاد باشا سراج الدين وكان رجل مدني بحت وكان اصغر وزير في الوقت ده. فاحنا يعني السياسيين يملكوا حلول. السياسي تملي يملك يعني عنده يعني حتى يعني السياسي مبتكر وخلاق في ايجاد الحلول. فانا يعني بطالب وزاره الداخليه وبطالب مفاصل الدوله كافه ان انتم تستعينوا بالسياسيين، لان اصلاح حال البلاد لن يكون الا باصلاحا سياسيا، ولن يكون اصلاحا سياسيا بدون تداول بدون اخذ الراي والمشور. يعني انا مش ما ينفعش يا استاذه شيرين يعني ان انت تعمل لي لجنه ال10 قبل ال50، ده ما ينفعش. امال انت مجهز لي مسوده بالقوانين والكلام واللي انت هتخش تسناه. لا هي مفروض كانت دي السابقه ودي اللاحقه، ان انت تعمل ديت حتى ان احنا بنقول انت بتاخد راي الناس، بما ان راي الناس قادر 50 بيقدموا لك، ولجنه ال10 الفقهاء والقانونيين الناس المحترمه تنقح ذلك قانونيا، لان الدستور هو وثيقه اجتماعيه سياسيه في المقام الاول. يعني هو سيشوال بوليتيكال، يعني هو حضرتك انت لما بتيجي تتكلم في حاجه هي في المقام الاول اجتماعيه سياسيه، مش قانونيه خالص، ما فيهاش اي شيء قانوني. احنا بنعمل ديل بيني وبينك لادارتك بين الشعب والدوله. هذا هو تعريف الدستور، عقد بين الدوله والشعب، عقد اجتماعي مش عقد قانوني. فهنا حضرتك انت بما انه عقد قانوني فكل اللي كان معني بيه يكون الناس السياسيين، ومش معقول كمان يبقى السياسيين ممثلين فيه ب6 أفراد فقط في لجنة ال50 للأحزاب، 2 للتيار الليبرالي و2 للتيار المدني و2 للتيار الديني والتيار القومي. فطبعا وبقيته ال44 شخصية عامة. حطيت لي تعريف، يا ريت كنت تحط لي تعريف للشخصية العامة بدل ما هو تعريف مطاط، مش كل الواحد طلع في برنامج توك شو يبقى راجل شخصية عامة. مع اعترافي الكامل ان لجنة ال50 اللي بيشكلوا كلهم شخصيات أفاضل، واكن كلهم لهم تقدير واحترام، لان مجدي يعقوب ما اقدرش اقول فيه التلاته كام. يعني الحقيقه هم تم اختيارهم. هو ده اللي اصدق صدرنا. يعني انا لما جه قال لي 44 شخصيات عامه
انا زعلت يعني انت لكن لما جت الاختيارات كانت الاختيارات جيده جدا، ولكن انا بس كان ملاحظتي ان هي كانت تبقى لجنه العشرة لاحقه من السابقه، هم يسنوا لك القانون وانت حضرتك ايه انت تنقحه دستوريا وقانونيا بشكلك انت بقى كرجل ايه تقنق. فلكن ليا وجهه نظر في الموضوع. اتفضل حضرتك. هو طبعا حكايه اللجنه العشرة طبعا قالوا تعديلات في الدستور، فجابوا ناس قانون على اساس يشوفوا ايه العوار اللي في بعض المواد، وقالوا شكلوا لجنه 50 تمام، ولجنه العشرة دي هتبقى موجوده استشاريه وليس لها صوت، وممكن يضيفوا ويحذفوا مواد من اللي هم اقروا بتعديلاتها. يعني فهو كل شيء مع لجنه 50. هم الناس بس ايه قالوا في مواد كذا وكذا فيها عوار دستوري، تمام، هم حددوا الحاجات اللي فيها عوار. غير كده كمان يا استاذه شيرين ده الحق ال10 بال50 بعد كده، ما الحقهم بس لسه لهم تصوير. هنا بقى ما ادخل الرأي ولا قلب. يعني انت عملت اللجنه وحددت زي ما حمدي بيه قال المواد اللي عليها خلاف وبتاع والكلام ده، وانت بتقول لي دي هنا في خلاف عليها دستور او في خلاف هنا في الشق المجتمع، او مثلا زي ماده 219 اثارت جدليه وكذا وكذا على راسي. لا هم موجودين ليه؟ هي حتى لو كانت لجنه العشرة لاحقه لل50 كانت هتفرق كتير. هتفرق كتير جدا. طب في ايه؟ انت هقول لك انت حضرتك انت بتملى عليا ما ساقول. ما هو قال لك لا قال لك احذف احنا كسياسيين مواد جديده. ما هو حضرتك انا بقول لك كسياسيين اقول لك على حاجه بامانه يعني على المستوى الشخصي انا مش متفائل بلجنه ال50 انها تطلع حاجه، وفي يعني بعض التكهنات بتقول ان احنا رايحين لاعلان دستوري مكمل والفتره ستمتد لسنه ونص، هنخش في جدليه برلمانيه الاول رئاسيه الاول كذا فكذا الى ان تستقر الدوله. وانا مع الراي دوت ان احنا نتروى في اتخاذ القرار، وانا ضد يعني لو ده بص اكمل خليني اقول لحضرتك حاجه بس كمان في النقطه دي في الجزئيه ديت تمام. ولو قدر لها النجاح يا رب تنجح يا رب، واحنا ما ابغيش الفشل لحد. لو قدر للجنه ال50 تنجح ابغى تعديلات وليس دستور جديد. انا عايز دستور جديد زي ما احنا اتفقنا في خريطه الطريق ان انت هينتخب مجلس شعب وينتخب منه 100 يعملوه دستور جديد. انا عايز مش خلاص بقى يعني احنا يا جماعه بصوا في ثورتين اتنين يعني احنا عندنا ارتكاريه من الحاجات اللي بتيجي بالتعيين ايا كان الاسم المعين. يعني انا خلاص انا ما بقاش صفاي قوي التعيين ده يعني حتى احنا في الوفد الدكتور سيد البدوي قال يعني لما جينا في الحكومه مثلا وجه منير فخري الاستاذ منير بيه فخري عبد النور والكابتن طاهر ابو زيد جم في الحكومه جمدت عضويته. فلما جينا اتناقشت مع السيد رئيس الحزب قلت له في بعض الاخوه في الوفد بيتكلموا في مجلس محافظه غربيه، قال نحن نرفض ده تماما لان الوفد يرفض ما هو بالتعيين. نحن ناتي بالانتخاب ناتي بالانتخاب عبر اراده شعبيه. انا عايز حتى حضرتك تقول حاجه. انا متفائل جدا ان لجنه ال50 باذن الله هتوصل وهيبقى في اغلبيه باذن الله في الاراء لصالح الوطن. ويمكن من الأنبابولة أنا شفته وده سبب التفاؤل عندي في برنامج فضائي، وهو بيقول إن الخلافات حتى في اللفظ، يعني يقول لك المصدر الرئيسي للتشريع الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع ده في 2012. فقالوا المصدر له تفسير تاني فخلوها مصدر زي 71 رجعوا ل 71. ما انا بقول لحضرتك 71 كانت عدلت يا حمدي، كانت عدلت من مصدر رئيسي للتشريع الى المصدر، تم تعديلها الى المصدر. لما حصل الخلاف واللام هنا بتفرق. لا اصل المعرف يحصل على النكره هنا ايه بتطلق على المشاعر. لا ما هو الحرف السبب ان انت ايه انت كسرت التشريع على ده. مين اللي كان يعترض؟ المسيحيين. هو قال لك انا رفضت ليه؟ عاوزين خريطه الطريق تمشي. يعني حتى في تعاون في تنازلات وفي مرونه وفي كل شيء لازم لان خريطه الطريق لا نشكك في وطنيه الناس هتدينا السلم فعلا ان مصر تتبني وتتعمل فيها مؤسسات وباذن الله نمشي في الطريق. يعني انا متهيالي ان حتى لو احنا يعني كل ما المده بقت يعني اقصر كل متهيالي ما بقت الوضع طبعا
وتستقر الامور. سنه ونص. لا انا بص على لا انا عاوز احط ملحوظه بس على كلام الاستاذ عبد العزيز بعد اذنكم. هو يمكن انا تخوفت نفس تخوف الاستاذ عبد العزيز بخصوص ال10 في الاول وبعدين تشكيل لجنه ال50. التخوف ده نابع من حاجه واحده، ان لجنه ال10 تحط لي توجه عام امشي عليه. طب ما هو ده احنا ولكن انا املي في حاجه واحده. ما هو ده اللي حصل. لا هو ده حضرتك يعني بص بعد ما شفنا ما انا بقول لحضرتك يا دكتور حمد شالوا حاجات منها واضافوا حاجات. بنأمل في لجنه ال50 ان هم ناس محترمين جدا على كفاءه عاليه وناس ذوي حس وطني، انهم لن ينساقوا الى اي توجه الا توجه نابع من ضميرهم الوطني ولصالح البلد. باشا بس وانا نقطه انا اسف هستقطعكم في حته بس بسيطه. واحنا بنعمل تعديل دستوري ليه؟ يعني احنا ايه العوار؟ ممارسه الحقوق السياسيه في الدوله والشق الانتخابي بس. يعني احنا كل اللي احنا بنعمله في المرحله عشان الجزئيه دي يبقى مين اللي يعمله يا استاذ الشيخ؟ من باب اولى السياسيين. الباب الاجتماعي وباب الحريات ده انت ماضي وثيقه دوليه سيادتك وغصب عنك ملزمه ما تقدرش تتجاوز باب الحريات. لو انت هتيجي تتناقش فيه وتدخل فيه حاجات ما فيهاش. باب الشريعه الاسلاميه دي يعني المبادئ الشريعه حتى في الدساتير اللي فاتت هي بس اللي الحته اللي كانت بس اللي عامله لنا مشكله من 19 ان انت ايه قزمت الموضوع بس ايه ورحت للفكر الوهاب الماده الثالثه عامله مشكله. لا فانا كل اللي كان الماده الثالثه اللي هي بتقول ان ولغير المسلمين الاحتكام بالشرائع. ما دي لا احنا ولغير المسلمين رغم ان انا ليبرالي بس ضد التطرف الليبرالي ان هو غير احنا بنقول مسيحيين لازم نحدد فيها الاديان السماويه. لا احنا قلنا الاديان السماويه احنا رغم ان احنا ليبراليه بس احنا الحمد لله ليبراليه بمنظور اسلامي وراجل احنا الوفد اول ما ادى فيه للشريعه الاسلاميه ان انا اقول الشرائع الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه لكن انه يحتكموا الى شرائع. لكن غير المسلمين ما فيش غير مسلمين في مصر. انا ما بعترفش غير اعمل لي بوذا جماعه بوذا ما هو ده بقى الوهابيه بقى ما هو ده كان باب خلفي. ما هو بص كان باب خلفي. احنا ضد التطرف في الليبراليه والعلمانيه في ده برضه عشان ايه ما يتاخدش عنك انطباع مش كويس ان انت جيت من اقصى اليمين. ما هو ده برضه في واحد متربص ليك وكامل في زي ما بيقولوا في الذره بيستدلق الاخطاء. ما انت لو رحت لدوت الجمله دي بالذات تحديدا شفتوا ادي الدوله الكافره بقى وبناء الدوله الكافره وبيتغاولوا وبتاع ده بيدعوا للشذوذ والكذا والمثليين والكلام اللي انت عارفه والبهائيه والكذا. لا احنا حتى بما في الوفد احنا اول ماده لائحه الوفد رقم 1 في الوفد الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع. يعني حتى احنا لائحه الوفد الداخليه بتاعتنا واحنا يعني مدرسه الليبراليه الاولى في مصر. لكن احنا ليبراليه بثوابت مصريه اسلاميه الى مرجعيه اسلاميه ويرد الشيء ده. انا كنت بقول الموضوع كله طبخه سياسيه كان من باب اولى يكون فيها يعني انت عندك حضرتك كل يا استاذ عبد العزيز عدد الممثلين من الاحزاب السياسيه. الموضوع سياسي من الاحزاب السياسيه كان المفروض يبقى ما هو ليه يعني مع احترامي لاخويا محمود بدر والشباب الجميل اللي طالع الحلو ده لا انا عندي هبات في السياسه. ولو بتكلمني في شخصيات عامه ما انا في الاحزاب ايه ما انا الوضع ما كل الاحزاب مليانه سياسيين ما احنا ومليانه شخصيات عامه والشخصيات العامه يعني ما هي برضه يعني انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. ما هو لو رجعنا برضه للشخصيات العامه تمام. يعني انا كان تحفظي بس ان انا بنقول ان المرحله الانتقاليه دي خصوصا في التعديلات الدستوريه كان من باب اولى يستعان فيها بسياسيين بحت. لان اللي انا يعنيني يعني هو بص احنا خلصنا كل حاجه والدنيا خلاص خلصت. الدنيا دايره دلوقتي في حق في الممارسه الانتخابيه في فاهمه حضرتك اللي هو يعني الممارسه السياسيه الانتخابيه بتاعتنا كل ده اللي بيتكلم الجدليه كلها دلوقتي بين فرد وقايمه. يبقى من باب اولى يعني احنا كل الدنيا قائمه دلوقتي على فرد وقايمه ان هي حاجه سياسيه بحت. هي ديت اللي موقفه الدستوريه على فكره. الاثنين الدكتور محمد ابو غار والدكتور سيد بدوي واقفين في جانب ومثلا متشبثين بيه والاسبابهم مش ده مجاله ان احنا نتناقش فيها لكن موضوع سياسي لكن الاجتماعيات والتاني كله الناس يعني في بعض البنود كملت يعني دي كلها سياسيه. احنا عايزين نقول الحاجات دي كلها تم الاتفاق عليها. هي النقاط اللي عليها اختلاف دلوقتي هي النقاط الخاصه بممارسه الانتخابات وممارسه العمل السياسي. وكلا الحالات المسوده هتطلع وهيصوتوا
حصل توافق والناس وافقت ماشي، ما كانش عمليه تصويت 75% يمشي تمشي يتم اقرار الدستور. فبيتهيالي في من الوطنيين اللي يعرفوا مدى اهميه ان خريطه الطريق لابد وان تنتهي. احنا يعني وممكن وبعد ذلك ممكن تعدل مواد من الدستور بعد 5 سنين 10 انا سنين. لسه يعني ويا ريت يحددوها لمده 10 سنين ويعملوا دستور جديد كفتره انتقاليه للدستور. وعلى فكره يعني بص انا عايز اقول حاجه. احنا برضه انا بس المرحله دي مش ممكن ان احنا نعدي بيه يعني. ده انا هقول لك على اللي اكتر من كده يا استاذ شريف. واحنا يعني انجلترا ما فيهاش دستور. يعني احنا الدستور اللي احنا مهونين عليه، تعرفي امريكا فيها كام ماده في الدستور بتاعها؟ 27 ماده، من 27 ل 30 ماده. يعني الدستور احنا عاملين حاسسين ان الدستور ده ان هو مفتاح الحياه، لو لم ينتظر به لسقط. ايه يا عم احنا يعني لو زي ما استاذ مختار قال لك لو بتفعل القوانين ما انت ازاي والدنيا والاعراف والشغل بتاعك. يعني يمكن دكتور حمدي متفق معايا ان احنا لو حتى ان احنا المرحله اللي جايه دي يعني نخليها فتره انتقاليه. يعني هنخليها فتره انتقاليه ولو حبينا ان احنا يكون في تعديل نواب تعدل زي ما انت عايز. يعني بعد كده بعد ما والنظام الانتخابي اللي عليه خلاف مجلس النواب ممكن يغير. احنا يعني احنا نعدي المرحله فضلت عايشه في ظل دستور مؤقت لحد ما اتعمل دستور 71. كان اول دستور ده 71 يعني كله قبل كده كان دستور مؤقت. ايه المشكله ان اتعمل الدستور؟ بس يحسب للوفد ان احنا عملنا دستور 23 كان دستورا عظيما، لان حتى يمكن يذكرنا حاجه كانت لطيفه قوي. فكان في اللجنه اللي عملت الدستور ده كان ولد عنده 9 سنين ممثل مدارس، فكان حتى سعد باشا زغلول كان مسميها لجنه الاشقياء. هو ما كانش راضي عن اللجنه كلها وبتاع، وجات له ايه يعني ايه فاهمه ازاي ان هي بتمثل عشان اعرفك ان معايير اختيار الناس اللي بتحط الدستور لازم يغطي كل ما يقطع. يعني كان في طفل عنده 9 سنين ده ممثل المدارس. لا وفي طلبه مدارس في الحوار المجتمعي كانوا موجودين واجتمعوا مع لجان في لجنه ال 50 وجابوا جميع. ده انا بتكلم على دستور 23 يعني ماشي يعني احنا برضه احنا بنقول على 2013 برضه لسه عملوا حوار مجتمعي مع جميع الفئات كعقد الدستور عقد اجتماعي. وحتى تم اختيار يعني كان جميل جدا، شيء جميل جدا ان يتم اختيار واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه في ده بقى ده بقى الجميل فيه. انا بقر ده سيادتك وانا بقول لحضرتك يا استاذ شيرين ليه بقى كل ما يقطن الدوله له حقوق وعليه واجبات، فلازم الدستور يكفل ده. يعني انت لازم كل اللي قاطن على ارض مصر لازم تغطيه في هذا الدستور. طيب وصلت. طبعا اكيد يعني احنا الحديث معاكم ممتع جدا وكنا نفسنا نقعد معاكم اكتر من كده، لكن طبعا عشان خاطر وقت برنامجنا انا طبعا في النهايه بشكركم جدا. بتوجه بالشكر للدكتور حمدي يحيى استاذ بكليه التربيه الرياضيه جامعه طنطا ورئيس اللجان النوعيه بحزب الوفد. بشكر حضرتك جدا. استاذ عبد العزيز البرلوسي سكرتير عام مساعد حزب الوفد بالغربيه. احييكي واحيي الاستاذ ضياء حواس والزميله داليا فرج والمان كاميرا، واحيي زميلي الصديق العزيز الاستاذ محمد العمري وقصد القائمين على قناه الدلتا. هذا المتنفس لنا كسياسيين نعبر فيه عن ارائنا بكل الحريه وكفاءه ومهنيه. اسمحوا لي احييكم بجد، انتم بتقدموا اداء راقي جدا. بنشكرك جدا يا استاذ عبد العزيز. وبنتوجه بالشكر ايضا للاستاذ مختار عبد السلام سكرتير عام مساعد حزب الوفد بمحافظه الغربيه. بشكركم جدا، ويعني الحديث معاكم الحقيقه كان حديث ممتع جدا، وبقول لكم كمان مره كل سنه وانتم طيبين. اعزائي المشاهدين بكده بنكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده. بنقول لكم كمان مره كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد على كل مشاهدينا وعلى كل المصريين. بتقابل معاكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. شكرا وتصبحوا على خير.